لو سمحت ممكن ابتدى واحد. ايه ده؟ لو سمحت، مش باللمس، معلش في حاجه اسمها بوج. معلش ان انا مش قاصد ان انا المسك اصلا، مش قاصد، انا اسف حقك عليا. بتقول ايه يالا؟ مش قاصد، انا اسف حقك عليا. في ايه يا اختي؟ هو بيلمسني، يا ريتني ما سالت. بيعمل لي كده، مش في حاجه اسمها بوج. لا مش من حقك تقبل على اختك. انت ازاي تلمسها كده؟ ممنوع اللمس يا حبيبي. ازاي اصلا تلمسها؟ عارف دي لو اختي انا كنت مسكت فيك دلوقتي، عشان محدش بيرضاها على اهل بيته. خلاص الراجل ده خلاص عرف غلطته، يعني هو مش يلا يا عم الحاج. اللي انت عملته ده ممكن يوديك في داهيه. تقبل على اختك، على امك، على حد من عيلتك؟ لا طبعا، هذا غلط. هتعلم بقى ان انت بتلمسها اي واحده تاني. طب يا سيدي شكرا كفايه. لا يا جماعه انا مش قاصد، انا نيدي سليمه في قلبي، انا قلبي صافي، مستحيل ان انا اعمل كده. مفروض ما يلمسش واحده ست. من غير ما تلمسها يا حبيبي، اتكلم ببجك، ايا كان دي واحده ست برضه، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. انا اسف منك باختي بجد والله يا. هو قال ايه؟ دي شكلها تعويذه يا معلم. انا اسف يا جماعه، عندكم حق في كل كلمه قلتوها. جدع، هو ده اللي احنا عايزينه والله. بالظبط كده جدع، لازم تفهم ان ده غلط، ما تعملش. ايه حكايتك قول لي ايه حكايتك؟ حصل خير. بس خلاص وحد الله، ما عرفش ان انت يا راض.